الشعر اللي عذبت العالم، الكل ما هو داري. فرط بروتين، لا تحتاج ترطيب، لا مدري إيش. كلام كثير صار على الشعر اللي زي كذا، اللي يجيكم شوي ثقيل بعدين يجي خفيف بعدين ثقيل بعدين خفيف، ومن النهاية شايفين كذا جاي خفيف. أبى أقول لكم شيء، هو فعلا في شيء اسمه فرط بروتين، وفعلا الناس يعني توهم يتعرفون عليه، لكن هو فعلا موجود من زمان. والناس بدأت تلاحظ إنه شفتوا الراس كذا، في نص الراس من هنا، هذه المنطقة اللي في النص، يعني في النص هنا بداية الراس وهنا نهاية عند الرقبة، هنا في النص هذه المنطقة يجي فيها الشعر هذا المتعرج كذا، تحسونها شعرة شاذة من بين كل الشعر، خصوصا اللي شعرهم ناعم أو شعرهم يعني مختلط، بس يجي فيه شعرة كذا خشنة زي كذا وثقيلة. كيف تعرفين إنه أصلا هذا فرط بروتين؟ أول شيء الشعر مرة يتشابك بسرعة ويكون قاسي وناشف بزيادة. طب أنا كيف أعرف عندي فرط بروتين وإنه أنا محتاجة إيش؟ طبعا علاج فرط البروتين إيش هو؟ إنه نوقف المنتجات اللي فيها بروتين ونبدأ نستخدم المنتجات اللي فيها ترطيب. طيب كيف أعرف إذا عندي شعري مترطب ولا يبغى بروتين ولا كويس؟ إذا تمدد مرة كثير معايا وانقطع يحتاج بروتين. إذا ما تمدد وانقطع بسرعة هذا فيه فرط بروتين، يعني يحتاج ترطيب. لكن لما تسحبينه ويتمدد معاك شوية وعادي ما ينقطع، هذا شعر متوازن وطبيعي. طيب إيش اللي يخلي عندنا فرط بروتين؟ أشياء كثيرة، الحرارة في الشعر، الاستشوارات وهالأشياء، الصبغات، الصدمات، تغير الهرمونات، الشمس، الموية المالحة، هذه كلها انتبهوا منها. وزيادة لما تستخدمين أكثر من منتج فيه بروتين تتجمع وتتقل في الشعرة وخلاص تتشبع وتصير قاسية وتبدأ تخشن. طب إيش المنتجات اللي إذا كان بدأ يظهر لي هذا الشعر في شعري إيش أسوي؟ إيش المنتجات اللي المفروض أستخدمها والمنتجات اللي المفروض ما أستخدمها؟ طبعا أنا كتبتها لكم عشان تشوفونها في أي شامبو أو بلسم. شامبو وبلسم وسيرم، هذه الأشياء إذا كان فيها هذه كيراتين، كولاجين، أمينو أسيد، سلك بروتين، ميلك بروتين، وتكون بمسمى آخر، كتبت لكم حتى المسميات الثانية هنا تبتعدين عنها وقت إنه الشعر يكون عندك فيه فرط بروتين، لأنه هذه تزيد البروتين وراح تزيد لك المشكلة، ما راح تقللها. طيب إيش حنسوي؟ خلاص نستخدم المنتجات هذه مرة واحدة في الأسبوع بس، باقي الأسبوع نستخدم أشياء فيها ترطيب زي أرغان أويل، زيت الأرغان، العسل، الكوكونات أويل. يفضل أنه تبتعدون عنه شوية لأنه ما في بروتين لكن يمنع فقدان البروتين. الجليسرين، إيش اسمه اللي هو ألوفيرا اللي هو الجل الصبار، الشيا بتر اللي هو زبدة الشيا، هذه تستخدمونها راح تزيد معاكم الترطيب. تسوون ماسكات للشعر يكون فيها مواد ترطيب. كثير قالوا إن الحنة والسدر ممكن إنها لا، أحب أطمنكم الحنة والسدر ما فيها أي بروتين، تقدرون تستخدمونها وتستخدمون معاها مواد ترطيب، يعني تضيفوا لها زيوت، تضيفوا لها زبدات، بتكون مرة ممتازة وتغذي الشعر. طيب إيش نستخدم بدلا مثلا من السدر أو الحنة؟ إيش حنستخدم؟ نستخدم زيوت طبيعية. يعني السدر والحنة لوحدهم راح يعطونا جفاف، لكن لازم نحط معاهم زيوت، مثلا إيش؟ زيت الأرغان، جل الصبار، زبدة شيا، زبدة كاكاو، أي زبدة عندك تحطينها معاه راح تعطي ترطيب لشعرك وتفك عنك هذه المشكلة. لو عندكم أي سؤال، لأنه الموضوع كثير ومتشعب، لو عندكم، وصراحة صعب إني أشرح كل شيء، يعني حاولت أعطي مختصر مفيد. لو عندكم أي سؤال اكتبوا في الكومنتات راح أرد عليكم.